السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. عاملين يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هقولك تشكيل النادي الأهلي المتوقع في كأس العالم للأندية 2025. كمان هقولك الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعة عشان يوصلك جميع فيديوهاتنا. طيب خلونا نبدأ كده يا شباب بالصفقات المؤكدة حتى الآن. أول لاعب عندنا محمود تريزيجيه، الثاني حمدي فتحي، الثالث أحمد سيد زيزو، بالإضافة إلى محمد علي بن رمضان وأليو ديانج. أما عن القائمة المبدئية للراحلين عن الفريق: أكرم توفيق، كريم ندفد، يحيى عطية الله، بالإضافة إلى رضا سليم. حتى الآن لم يتم تحديد موقف علي معلول وخالد عبد الفتاح، ولكن في حالة رحيل علي معلول ويحيى عطية الله لازم النادي الأهلي يتعاقد مع ظهير أيسر. أبرز المرشحين من الدوري المصري: يحيى زكريا لاعب غزل المحلة، وتوفيق محمد لاعب بتروجيت. والمرشح الأجنبي هو يوسف بالعمري عنده 26 سنة، مركزه ظهير أيسر، بيلعب لفريق الرجاء المغربي، جنسيته مغربي. أرقام بالعمري مع الرجاء هذا الموسم: شارك فيه 29 لقاء، سجل هدف وصنع 5. على فكرة يوسف بالعمري ظهير أيسر مميز جدا، عنده إمكانيات وعنده مقومات تؤهله إنه يشارك في النادي الأهلي ويكون إضافة للفريق. بالعمري ده لاعب مغربي دولي عنده الخبرة الأفريقية ويقدر يضيف للقلعة الحمراء. طيب دلوقتي بقى هنتكلم عن تشكيل النادي الأهلي المتوقع في كأس العالم للأندية. وطبعا الأهلي اتعاقد مع صفقات كتير. الأهلي حاليا يعتبر فريق مرعب متكامل فعلا. خلونا نشوف مع بعض كده التشكيل. في حراسة المرمى محمد شناوي، خط الدفاع محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، كريم الدبيس. خط الوسط محمد علي بن رمضان، حمدي فتحي، وإمام عاشور. في الجانب الهجومي زيزو، وسام أبو علي، ومحمود تريزيجيه. طبعا في حالة استمرار معلول هو اللي هيشارك في مركز الباك ليفت، وفي حالة مشاركة بن شرقي أساسي زيزو يقدر يأدي في مركز رقم 8. نادي الأهلي حاليا بيمتلك مرونة تكتيكية بشكل كبير جدا، والأهلي عنده عناصر ممتازة في جميع المراكز. يعني عندنا بدلاء على أعلى مستوى زي عمر كمال عبد الواحد، مصطفى شوبير، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، مصطفى العش، بالإضافة إلى جراديشار. طبعا كلنا عارفين مجموعة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية: انتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالإضافة إلى بالميراس البرازيلي. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في المونديال، وإحنا واثقين جدا في لاعبتنا. زي ما اتكلمنا كده، زي ما قلت، الأهلي عنده سكواد عالمي مرعب. يعني انت دلوقتي داخل المونديال عشان تنافس، مفيش بقى قصة تمثيل مشرف، لا، انا داخل انافس، العب، اادي، اكسب. موجود تريزيجيه يعتبر لاعب عالمي، موجود زيزو بمواصفات اوروبية عالمية، حمدي فتحي طبعا لاعب مميز جدا، أليو ديانج دبابة قوية جدا، بنتكلم عن وسام أبو علي، بنتكلم عن جراديشار، بنتكلم عن إمام عاشور. في نص الملعب بن رمضان. خط الدفاع نوعا ما جيد بوجود يعني أشرف داري، محمد هاني، مصطفى العش على فكرة مدافع صخرة، محمد شناوي في مركز حراسة المرمى، حارس مميز جدا، حارس دولي وعنده الخبرات ويقدر يأدي في الماتشات اللي زي دي. مصطفى شوبير بديل على أعلى مستوى. يعني بنتكلم عن تشكيل جيد جدا، تشكيل قوي ودكة قوية. يعني حتى البدايل: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، مروان عطية، بدايل بكفاءة وجودة عالية. وإن شاء الله النادي الأهلي يظهر بشكل كويس في المونديال. بخصوص اللاعب محمد علي بن رمضان، طبعا يا شباب بن رمضان وقع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات. قيمة الصفقة 2 مليون دولار، والراتب السنوي بالنسبة للاعب 1,100,000 دولار. بن رمضان طبعا عنده 25 سنة، قادم من فريق فرنكافاروزي المجري وناشئ الترجي التونسي. بن رمضان نجم تونسي. أرقامه في الدوري المجري: لعب 74 لقاء، سجل 8 أهداف وصنع 11. أعتقد إن بن رمضان ده هيكون مكسب كبير جدا للنادي الأهلي. ليه؟ أولا هو لاعب جيد جدا ومميز
على المستوى الفني والبدني والتكتيكي. يعني بن رمضان يقدر يأدي رقم 8 فروم بوكس تو بوكس، او رقم 6 يقدر يأدي مكان امام عاشور، او مكان مروان عطية، مكان عمرو السولية. فهو اللاعب عنده مرونة تكتيكية وعنده الحلول داخل ارض الملعب. لاعب قوي، لاعب سريع، لاعب مهاري، لاعب شويط ما شاء الله. يعني يعتبر شامل متكامل. يعني كمان بن رمضان بيمتلك الخبرة الافريقية. قبل كده كان بيشارك مع الترجي التونسي، واللاعب حافظ الملاعب الافريقية، متمرس في افريقيا. فان شاء الله هو هيكون اضافة بامر الله، والنادي الاهلي هيستفيد منه في وسط الميدان بشكل عام. يعني بن رمضان افضل من مروان عطية. على الجانب الاخر هناك نجم مغربي هيرحل من النادي الاهلي، اللي هو يحيى عطية الله. على فكرة يحيى عطية الله كان معار من سوتشي الروسي، ولكن الاهلي لن يفعل بند الشراء. يحيى اصلا كان اعارة. يعني مشكلة يحيى عطية الله ان اصاباته كتير، واصاباته بتأثر على مستواه الفني. هو لاعب يعني يحيى عطية الله لاعب جيد ودولي، وكان بيشارك مع المنتخب المغربي، بس الفترة الحالية فعلا اصاباته كترت جدا. يعني النادي الاهلي مش قادر يستفيد منه. وقصة الاعارة الايام دي، يعني النادي الاهلي بيستعير اللاعب بيجربه، الموضوع ده كويس. لو اللاعب جيد وبيأدي بشكل يعني قوي مع الفريق يكمل، لكن لو مثلا لاعب مش قادر يتأقلم او قصة اصابات، خلاص النادي الاهلي يقطع الاعارة، والنادي الاهلي مش هيفعل بند الشراء. يعني دلوقتي ننتقل الى ثنائي نادي بيراميدز. احنا سمعنا ان ابراهيم عادل والشيبي على رادار النادي الاهلي، والنادي الاهلي ممكن يتعاقد معهم. الكلام ده طبعا يا شباب غير صحيح بالمرة. يعني مستحيل الاهلي يروح يتعاقد مع الشيبي او ابراهيم عادل من بيراميدز، ومستحيل بيراميدز يوافق على الموضوع ده. والنادي الاهلي ما شاء الله دلوقتي مش ناقص نجوم. يعني النادي الاهلي عنده يعني اكتر من لاعب في كل المراكز ولاعيبه تقيله. يعني هل ابراهيم عادل افضل من بن شرقي، افضل من تريزيجيه، افضل من زيزو؟ ما اعتقدش. يعني وانا عاوز اقول لك تاني ان بيراميدز مش هيوافق اصلا على ابرام الصفقات دي. يعني قصه اعاره، ومسؤولي بيراميدز هيساعدوا النادي الاهلي في المونديال وكاس عالم الانديه، والشيبي هينتقل للنادي الاهلي. لا، مفيش الكلام ده نهائي. يعني والنادي الاهلي حاليا ما شاء الله مليان نجوم. لسه بقى لما زيزو تريزيجيه والكتيبه كده تكتمل مش هنعوز لعيبه. احنا بس محتاجين حاليا مدرب جيد. يعني بعد رحيل مارسيل كولر موجود كابتن عماد النحاس طبعا، يعني مدرب مؤقت، والنادي الاهلي ان شاء الله هيتعاقد مع مدرب اجنبي عالمي بقى من اجل الاستعداد لكأس العالم للأندية والمرحلة الجاية. انا قلت لك قبل كده ان كولر هيمشي، وفعلا يعني الكلام حصل. وكولر بعد الخسارة من سان داونز، او بعد الخروج من بطولة دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي اعلن رحيله بكامل الجهاز، ولكن موجود حاليا ميشيل يانكون فقط اللي هو كمل يعني مدرب حراس الفريق. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعة عشان يوصل لك جميع فيديوهاتنا. شكرا ليكم، سلام عليكم.